النجاح الكبير اللي حققه مسلسل بالطو اللي بيتعرض حاليا على منصة واتشت لفت الأنظار لبطله ومخرجه الشاب عصام عمر، وكمان عمر المهندس ومريم الجندي اللي تقريبا المسلسل بيعتبر من أعمالهم الأولى، لكن موهبتهم وجودة عناصر المسلسل هي السبب في اهتمام الجمهور بيه. كنا موجودين مع الأبطال في حلقة سابقة عشان نتعرف على تفاصيله من كواليس التصوير، وفي التقرير اللي جاي هنتعرف على بداية التحضير للمسلسل ودعم منصة واتشت لصناعه وأبطاله. السلام عليكم. لا ايه يا جماعه؟ اقرا. يا نهار اسود، احترم نفسك. انا سكت. مسلسل بالطو حقق نجاح وصدى كبير مع بداية عرض أول حلقاته على منصة واتشت. المسلسل بيدور في إطار كوميدي عن دكتور حديث التخرج بتجبره الظروف إنه يكون مدير الوحدة الصحية لطرشوخ الليف. كنا موجودين حصرياً في كواليس المسلسل قبل عرضه، تعالوا نفتكر أبطاله قالوا إيه. قصة حقيقية حصلت بجد. المؤلف هو بطل العمل ده في الأصل يعني. وحدة صحية، دكاترة ممرضين بتتكلم عن الموضوع ده عامة يعني. بنشوف بقى كل السلبيات اللي موجودة. متأكدة ناس كتير قوي هتشوف نفسها في الشخصيات اللي موجودة في المسلسل. محسوبك عبد البديع الطرشوخي، ازيك يا استاذ؟ مسؤول الحضور والانصراف هنا. أنا بعمل شخصية راجل قديم في الوحدة، عارف الدنيا فيها إيه، وبيقف جنب الشاب الجديد ده. كل المواقف اللي بيعدي عليها والصعوبات بيحاول يذللها له ببساطة يعني. الست كوثر دي رئيسة التمريض، هي موظفة حكومية جادة جدا. ما هي الناس هنا عندها عادات غريبة فعلا. هو انت مش من هنا؟ لا أنا من مطوبس. هاجر هي دكتورة صيدلانية في وحدة صحية في الأرياف. طب رايحة يا حاجة انت دلوقتي للآخر، اتفضلي يا أمي مع 50 جنيه. ألفت بالنسبة لي نموذج للممرضة المستهترة اللي ما بتعملش أي حاجة، إن هي مهتمة بنفسها وخلاص، بتسمع كلام أي حد حتى لو غلط. بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل كان لازم نقابل أبطاله وصناعه عشان نتعرف أكتر على كواليس تحضيره وتنفيذه. كنا عايزين نهرب من فكرة إن إحنا بس بنعمل يوميات دكتور في الأرياف. فكرة المسلسل كانت جاية من واتشت. منصة واتشت كانت عايزة تعمل حاجة بناس جديدة، من مؤلف لمخرج لممثلين، فدي أكتر حاجة شدتني للموضوع. وبعد كده عجبني فكرة الخط بتاع إن هو حد من القاهرة رايح تكليف في حتة بعيدة عنه. ومن هنا ابتديت أشتغل مع عاطف، أنا وعاطف المؤلف، ان احنا ازاي نطور من الكتاب. انا منزل الكتاب ده من 2016. هو الفكره ان دي مش روايه اصلا، ويوميات. انا منزل الكتاب ده من 2016، فده عشان احوله لمسلسل كان لازم طبعا اقعد واختار شخصيات معينه، لان كان في شخصيات كتير جدا في الكتاب، فاخترت شخصيات معينه بعينها ان دي هي اللي هتنفع تكمل معانا في المسلسل. وطبعا طورتها والكلام ده، وعملنا الشغل الدراما، يعني المعالجه الدراميه للكتاب. هل ينفع اجل التكليف بتاعي ال3 شهور دول، اروح على اخر الصيف يكون الجو اتحسن شويه؟ الحمد لله الناس حابه عاطف، واتمنى يحبوه في بقيه الحلقات. اثناء الشغل على السكريبت اكيد كان عندي حاجات كتير، والحمد لله ان استاذ عمر ودكتور عاطف كانوا مرنين معايا وسمعوا كل وجهة نظري في الحلقات، ودكتور عاطف اشتغل عليها. واللي ساعدني برضو قوي ان انا واستاذ عمر كنا الى حد ما من اول يوم شايفين نفس الحاجه، مش عشان مسلسل في الريف ان احنا نطلع بقى سكريبت كان فلاحي ودي حاجه برضو كانت عجباني قوي عند استاذ عمر، ان هو مش عايز يعمل الحاجات اللي هي ستيريوتايب، وعايز يعمل حاجات جديده ومختلفه وحاجات بجد وشخصيات بجد. انا تعبت في بلدكم دي يا مس حلميه، كل حاجه محتاجه تفسير، محتاجه تبرير، مفيش حاجه سالكه خالص. اعمل لك كراوي قبل ما ادخل الحاله التانيه. حلميه
حلميه لو سمحتي. طبعا عمر واقف لنا طبعا، اللي هو مش هيسمح باي ارتجاله خارج الموقف. حلميه شخصيه قريبه قوي مننا، يعني انت ممكن مش لازم تلاقيها مثلا في مؤسسه صحيه، ممكن تبقى جارتك، ممكن تبقى في المترو جنبك وهي قاعده معاك، يعني هي شيء معتاد انت ممكن تقابليه كل يوم. الحمد لله مش مس كوثر، كملوا. المختلف هو إن المسلسل ضم عدد كبير من الممثلين في مساحات أدوار أكبر من اللي اتعود الجمهور عليه، وده اللي خلق حالة من الخوف والترقب للظهور المختلف ليهم. الرفض او التردد اللي حصل في الاول ده طبيعي، لان انا بعمل الادوار مع نجوم، فدي مسلسلات النجوم وانا بعمل دوري. كويس هبقى كويس، مش كويس ممكن ما حدش ياخد باله منك يعني. لكن انت لما بتبقي موجوده كشخصيه رئيسيه في عمل، كده كده الناس هتشوفك، وانت شايله يعني في مسلسل بكل بلاتفورم كامله عاملاه بمخرج تجربته الاولى، وانا عارف ان هو مخرج جامد ومؤلف اول مره يالف، فانت حاسه ان انت شايله حمل. ما كنتش قلقان خالص من عصام، بالعكس انا كنت واثق فيه جدا، هو ومريم وكل الكرو وسلافه وكل الكرو الناس اللي اخدت ادوار كبيره شويه، خصوصا بالذات ان عصام انا اعرفه من زمان واشتغلنا مع بعض في كذا حاجه صغيره، ولما جت الفرصه ان احنا هنعمل حاجه جديده فعلى طول عصام جه في دماغي. هو حتى كان قلقان في الاول شويه بس طمنته، وانا عارف ان هو الناس هتحبه، هو ممثل شاطر بيتحكم بجد في حاجات كتيره مش عند ممثلين كتير. عصام لما الدكاتره شافته اللي فرحني انهم كلهم قالوا ده دكتور زينا، احنا فاكرينه دكتور يعني، وافتكروا عصام ده دكتور احنا جبناه من كليه الطب يعمل المسلسل. فعصام ما شاء الله من اول مشهد انا شفته ليه انا خلاص اطمنت على المسلسل. انا عمري ما خدت المساحه دي في اي حاجه قبل كده، يمكن في المسرح كنت بعمل ادوار كبيره شويه، بس قصدي يعني اون كاميرا ده اول دور كبير اعمله. كاركتر بسيطه قوي، يعني هي مش اللي هو ما عندهاش الكوميديا الرهيبه ولا عندها يعني هي شخصيه رقيقه بسيطه هاديه جدا، تحب اللي هي بتعمله قوي. هي عكس عاطف، يعني هاجر عكس عاطف تماما. الاداره بتاعت واتشت ان هي تثق وتسمح بوجود ناس مش نجوم كبار ولا هم في السوق حتى صف تاني وتسمح لنا وتثق فينا وتقف ورانا، فده في حد ذاته كان عندنا احساس كده بالمسؤوليه مضاعف. انا ماليش في الطبخ خالص اصلا. وانت مالك ومال الطبخ؟ ما هنا في الوحده بيطبخوا عشان النبطشيه والسهرانين اللي زيك، وبيحطوه في اوضه الطوارئ. اوضه الطوارئ اللي تحت دي؟ اه اللي هي جنب باب الوحده؟ اه. الوجبه فيها طبق فله ابيض كده وفيها شويه رز وشويه بطاطس شبه القلقاس وحته لحمه ريحتها شبه شونه الجلد الحريمي. لا طب ما انت اكلت اهو، امال ايه بقى؟ ده التمريض بقى عليه ب 65 جنيه. يا نهار اسود. معلش بقى يا دكتور، ما انت من القاهره. ايوه من القاهره صح. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.